تغيير اتجاه اللعب. موسى كوليبالي، ربيع اللافي، أحمد سعد في محاولة انطلاق. أحمد سعد كرة بينية، الفزاني في الاستلام. أسامة الفزاني يفتح اللعب بشكل سليم، ومحمد المغربي التسديد داخل الشباك. هدف أول في المباراة لمصلحة النادي الأهلي عن طريق محمد المغربي. إذن فريق الأهلي يتقدم بهدف عن طريق محمد المغربي. سنتابع. كرة كانت ملعوبة بين أحمد سعد الفزاني، وصلت إلى محمد المغربي اللي أودعها داخل الشباك بكل اقتدار بالقدم اليسرى. الهدف السابع لمحمد المغربي والأول في المباراة. أمامكم لقطات الإعادة، والكرة داخل الشباك. محمد المغربي يحقق 7 أهداف في المسابقة من كرة ملعوبة. 6 أهداف لهذا اللاعب كانت من علامة الجزاء. الهدف الأول في المباراة، الأول لمحمد من كرة ملعوبة، والسابع لمحمد في مسابقة هذا العام. سجل في مرمى النجمة في الأسبوع الثاني هدفين من ضعيف جدا. أعتقد أن الخبرة تنقص هذا اللاعب، وكذلك المشوار الطويل اللي أخذه من قبل منتصف الميدان. مشوار طويل بالتأكيد أثر على لياقة هذا اللاعب. عموما تعود بهجوم آخر سريع لمصلحة فريق الأهلي بطرابلس، والكرة إلى الركنية بعد تدخل من قبل حاتم عبد الله. ركلة ركنية يتم التنفيذ بشكل سريع، كرة عرضية وارتقاء راسية تمر فوق كل الرؤوس. الأجنف بالمرصاد في التشتيت إلى أحمد سعد. أحمد سعد يحاول، أحمد سعد يحاول الدخول داخل المنطقة. أحمد سعد يلعب كرة عرضية، والكرة تنتهي في شباك علي شيوا. هدف عن طريق أحمد التورغي. كرة عرضية تنتهي في شباك علي شيوا. هدف ثاني لمصلحة فريق الأهلي بطرابلس. فرحة لاعبي فريق الأهلي بهذا الهدف، فرحة كبيرة جدا، فرحة كبيرة جدا في وقت صعب، في وقت صعب جدا. يتمكن فريق الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، يدرك فريق الأهلي هدفه الثاني ويتمكن من تحقيق الهدف الثاني بهذا الهدف. لاحظوا أحمد سعد كرة عرضية، والتورغي بكرة يمينية تنتهي في شباك علي شيوا. قلت رغم غياب الجماهير لم تختفي الإثارة والتشويق عن هذه المباراة. لاحظوا المدافع أحمد التورغي تمكن من تحقيق الهدف الثالث في المباراة والثاني لمصلحة فريق الأهلي، وهو